وعليكم ورحمة الله. مرحبا بكم على قناة شهيوات لبنى أم مهدي. اليوم إن شاء الله جيتكم بواحد الكيك هائل في المذاق بالمكسرات، وكذلك بواحد المزيج اللي كيعطيه لذة على لذة، كذلك بكريمة اللي سهلة وبسيطة. نتمنى إن شاء الله أنكم تجربوا الوصفات تنجح معكم. ما تنساوش تبارطاجيوها مع الأصدقاء والأحباب في وسائل التواصل الاجتماعي باش يعم الفائدة. ونمروا باش نشوفوا. فغنحتاجوا على بركة الله 3 حبات من البيض، من الأفضل أنهم يكونوا بحرارة المطبخ، 150 غرام من السكر الخشن أو سكر سنيدة، 130 مليلتر من زيت المائدة، 150 مليلتر من عصير البرتقال، 40 غرام من الكوك أو جوز الهند اللي حمرته في المقلاة وطحنته جيدا بالطحانة، قبصة من الملح، ملعقة صغيرة من نكهة الفانيليا، 14 غرام من خميرة الحلوى ما يعادل ملعقة كبيرة، و250 غرام من الدقيق الأبيض المنخول الخاص بالحلويات، كذلك أي نوعية متوفرة عندكم من المكسرات اللي غنزينو بها في الأخير. وبالنسبة للطريقة فخديت إناء غنوضع فيه البيض كيف ما قلت لكم، من الأفضل أنه يكون بحرارة المطبخ وتكون جبدتوه من قبل من الثلاجة حتى ياخذ لنا حرارة الغرفة باش يسهل علينا أننا نخفقوه، وكذلك نسجم مع السكر بسرعة. وغنضيف قبصة من الملح، 7 غرام من نكهة الفانيليا اللي كتعادل ملعقة صغيرة، ممكن انكم تضيفوا قشور البرتقال او قشور الليمون الحامض، وغنضيف كأس من السكر، وغنخفق المكونات مع بعض بالخلاط الكهربائي او الخلاط اليدوي حتى يضاعف لنا حجم الخليط ويصبح اللون ديالو ابيض. من بعد ما نسجم لينا السكر مع البيض وصبح على هذا الشكل، غنضيف الزيت بالتدريج مع الاستمرار في التحريك، وغنضيف كذلك عصير البرتقال على دفعات حتى نكملوا الكميه. وفي الاخير غنضيف الكوك كيف ما قلت لكم، كنحمرو ونطحنو مزيان في الطحانه باش ملي كنبغيو نقطعوا الكيك ما يتكسرش لينا. فهاد المزيج ديال الكوك مع البرتقال كيعطي مذاق هائل جدا. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هاد الوصفه انها فعلا كتستحق التجربه. ونخلط جيدا بهذا الشكل، وغنزول الخلاط الكهربائي، وغناخد غربال غنضيف الدقيق، فكنضيفوه غير شويه بشويه وحنا كنخلطوه بالخلاط يعني الكميه اللي كنغربلو كنخلطوها بالخلاط اليدوي. وغنضيف كذلك 14 غرام من خميره الحلوى اللي كتعادل 2 ديال لي ساشي او ملعقه كبيره، وغنخلط بالخلاط اليدوي. من بعد ما كتخلط لنا الكميه الاولى غنضيف الكميه الثانيه ونخلطها بنفس الطريقه. فبالنسبه للكميه اللي كفاتني من الدقيق هي 250 غرام، وكيبقى حسب النوعيه اللي استعملته وكذلك حجم البيض. المهم انا نحصلو في الاخير على خليط كيك اللي هو خفيف ومنسجم. وكيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل النهائي للخليط اللي كنحصلوا عليه. فملي كنرفعوا الخلاط للفوق كنحصلوا على خط متصل، غناخد قالب بشكل دائري اللي كيتفتح من الجانب. بالنسبه للقطر ديالو 28 سنتيم، غندهنو مزيان بالزبده من الاسفل ومن الجوانب ونرشوه بالدقيق، ومباشره نفرغ فيه خليط الكيك.
وغنوضع المكسرات من الفوق. اي نوعيه متوفره عندكم. انا درت القرقاع، كذلك اللوز وحبيبات الشوكولاته وشويه ديال اللوز كونكاسي مع الكاوكاو كونكاسي، وندخلوه مباشره للفرن بارد. شعلوا عليه من الفوق ومن التحت على درجه حراره 160. بالنسبه للبنات اللي عندهم الفرن الغازي فغتشعلوا عليه من الاسفل. من طبيعه الحال كتدخلوه للفرن اللي هو بارد، شعلوا عليه من الاسفل حتى ينضج، وتشعلوا عليه كذلك من الاعلى تحمر شويه وتخرجوه مباشره. غنمر باش نحضر الكريمه اللي غنحتاج ليها نصف لتر من الحليب اللي كيعادل 500 مليلتر، ساشي من نكهه الفانيليا، 3 المعالق كبار مملوئين من السكر الخشن او سكر سنيده، 2 المعالق كبار ونصف من النشا او المايزينا، و9 قطع من الشوكولاته البيضاء النوعيه الرخيصه اللي متوفره في المحلات او هاد المربعات. فغناخذ اول شيء السكر غنوضعوه في كاسرول على عافيه مهيله حتى نحصلوا في الاخير على كراميل. من الافضل انكم ما تحركوش، تخليوه على عافيه مهيله حتى حتى كياخذ هذاك اللون الذهبي. وهنا غناخذ النشا او المايزينا وغنضيف ليه القليل من الحليب، تقريبا 3 المعالق كبار، ونخلطو مزيان. وهنا كيف ما كتلاحظوا معايا السكر ذاب تماما وحصلنا على كراميل. فكتلاحظوا من الجوانب فضروري انه ما يتحرقش، لانه الا تحرق راه كيعطي هذيك المروره للكريمه. غنضيف ليه مباشره الحليب، وهنا راه الكراميل كيتحجر شويه، كنخليه فوق النار حتى كيذوب. ومن بعد غنضيف المايزينا وكذلك نكهه الفانيليا، ونستمر في التحريك بدون توقف حتى نحصلوا على كريمه عاقده. فضروري انكم تحركوا من الاسفل ومن الوسط باش ما يتكتلش لكم الخليط في الاسفل. وهذا هو شكل نهائي الكريمه اللي كنحصلوا عليها. الان غنزولها من فوق النار وهي مازال سخونه. غنضيف ليها قطع الشوكولاته ونحركها جيدا حتى تذوب لينا تماما، ونفرغها في اناء اخر، ونغطي عليها بالبلاستيك الغذائي جيدا باش ما يدخلهاش الهواء، ونتركها جانبا حتى تبرد. فمن بعد ما بردت لينا الكريمه مزيان غنزول البلاستيك. كيف ما كتلاحظوا راه كتعقد. الان غناخذ الخلاط الكهربائي ونخفقها مزيان حتى تطلق. فهنا من بعد ما كنحصلوا عليها بهذا الشكل وكتخفق مزيان غنزول الخلاط الكهربائي وناخذ طبق التقديم نوضع فيه القطعه الاولى من الكيك ونملأها بالكريمه على هذا الشكل. فكنوضعوه غير في الوسط، كنخليو تقريبا واحد 2 سنتيم من الجوانب، ما كنوضعوش فيهم الكريمه. الا كان عندكم جايب حلواني او البلاستيك فممكن انكم تستعنوا به وتوزعوا به الكريمه.
وغنسويها بالملعقه على هذا الشكل ونوضع القطعه الثانيه من الكيك. هنا انا ما سقيتش الكيك لانها ميدمه، كيف ما كتعرفوا راه فيها الكوك كيعطيها واحد الطراوه، وكذلك البرتقال. وغنوضع مباشره الطبقه الاخرى بهذا الشكل. نحاول انني نقدها مزيان ونضغط غير بشويه من الفوق حتى تقاد لينا الكريمه، ونوضعها في الثلاجه على الاقل 3 ساعات حتى كتماسك الكريمه مزيان. يكون هذا هو الشكل النهائي الكيك او اقتراح اليوم. نتمنى ان شاء الله انه يعجبكم وتطبقوا الوصفه لانها فعلا كتستحق التجربه وكتجي هائله في المذاق، مذاق اللي هو متميز ورائع جدا. كذلك دعموني بلايك وبتعليقكم بطبيعه الحال اذا عجبتكم الوصفه، وتنضموا للقناه بالضغط على المربع الاحمر لاسفل الفيديو وتفعيل جرس التوصل بكل جديد، وتبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء والاحباب باش تعمل فائده. ما بقى لي الا نقول لكم شكرا جزيلا على المتابعه، والى